يعني انت اصلا في هاد السيتياسيون ولا في هاد الحياه، حتى فين غنتحاسبوا لراسنا. يعني حنا غنوقفوا امام الله راسنا، كل واحد غيتحاسب لراسو. يعني حنا ولينا كنربطوا علاقتنا بناس واحد اخرين اللي يقدر يكونش عندنا نفس الافكار ونفس الاحداث ونفس الحوايج اللي حنا باغيينهم. يعني ضروري حاجه. كاينين واحد النوع ديال الناس ديما كيتسناو الطرف الاخر، ولا شي شخص اللي غيعاونهم باش يبداو حوايج كيبغيوهم هما، ولا باغيين يغيروا راسهم فيهم هما. يعني ما شافش هو انه ماشي ضروري انه يحتاج لواحد الشخص باش يبين له الطريق ولا باش يوريه. وهذه بحد ذاتها كتخليك ما عمرك غتبدا، لانك الا تسنيتي من واحد الشخص واحد البدايه، هو براسو تسنى منك انك انت تجي وتبدا. اكزومبل انني انا كنتريني مثلا، ملي كنبغي ندخل نتريني كنبقى نتسنى شحال من واحد مثلا يجي ويشجعني باش نتريني وندخل نتريني انا وياه. يعني ده اكبر غلط كطيح فيه وما عمرك غادي تبدا. وحتى الا درتي هاد الحاجه هادي ما غاديش تكمل، لانك انت اصلا من الاول محتاج واحد المحفز اللي هو يقدر ما يكونش معاك ديما، اللي يقدر ما يكونش عنده واحد الرغبه كيف ما عندك انت. الا كنت عندك الرغبه ديال لونطراي ما فيها بالضبط هي تقدر تطور راسك منها، تقدر ما تكملش. هو عنده الرغبه ديال شي حاجه اخرى، ولكن لونطراي ما دايرها غير باش يحافظ على صحته ولا باش يبدل بها الروتين. يعني هنا كيكون واحد الاختلاف باش تختار واحد الشخص واحد اخر باش تخدم انت وياه في نفس الحاجه اللي انت باغيها. يعني على الاقل حتى الا كان واحد الشخص، اختار داك الشخص اللي عندك تقريبا انت وياه نفس الاهداف، نفس الطموح، نفس الحوايج اللي كتشوف انت في راسك باغي ديرهم انت وياه. وحتى الا ما كانش سير بدا راسك، ما تسناش شي واحد انه يبدا معاك، ما تسناش شي واحد يقول لك ولا يعطيك المعرفه، غتعرفها لراسك. وقلب، لان بزاف ديال الحوايج دابا عندنا التليفون، عندنا بزاف ديال التكنولوجيا باش توصل بزاف ديال المعلومات. وحتى الحاجه التجريبيه كتجربها لراسك، كتعرف بانك انت ها كيفاش غدير تخدم. واكثر حاجه غتلعب لك على النفسيه ديالك هي انك انت تكون محدي راسك، ما محتاج شي واحد. كنلاحظ انك غير تمشي مثلا شحال من واحد يبغي يقلب على خدمه، كيخصو ضروري انه يمشي مع شي واحد ما عندوش ديك القدره انه باش يواجه راسو، ما عندوش قدره انه باش يتريني راسو، عندوش قدره انه باش يمشي لواحد البلاصه راسو. يعني اي حاجه كلنا كنعلقوها بالناس، يعني ضروري يكون معنا واحد الشخص باش هو اللي غيعطينا داك الاحساس ديال الراحه في ديك الحاجه. هو اكبر غلط شي الا قدرتي دير شي حوايج لراسك، هي اهم حاجه بالنسبه لك انت. كتعرف كتصحح اخطائك لراسك، كتعرف كيفاش دير تواجههم لراسك. انت اصلا في السيتياسيون في هذه الحياه، حتى فين غنتحاسبوا لراسنا. يعني حنا غنوقفوا امام الله راسنا، كل واحد غيتحاسب لراسو. يعني حنا ولينا كنربطوا علاقتنا بناس واحد اخرين اللي يقدر يكونش عندنا نفس الافكار ونفس الاحداث ونفس الحوايج اللي حنا باغيينهم. يعني ضروري انك انت ديما تبدا راسك، وحاول ما امكن انك ديسيبلينا في اي حاجه كيف ما بغات تكون، ماشي غير الحاجه اللي كتبغي. يعني هي الحافز الكبير ليك باش دير ديك الحاجه اللي كتبغي بطريقه اللي كبيره. الا كنتي مثلا كتريني ساعه ولا كنتي كتقرا ساعه، كتولي دير مجهود اكثر في ديك الحاجه اللي كتبغي، لانك انت اصلا ديسيبليني في بزاف ديال الحوايج. شحال من حاجه كتستافد منها انت الا كنتي كتحاول ما امكن تغير من راسك لراسك. يعني هذا هو اهم رساله لاي واحد باغي يبدا شي حاجه. وهاد القضيه هضرت مع ناس بزاف ولاحظتها، وكنتمنى اي واحد يبغي اكثر. الا بديتي واحد الحاجه زوينه ديرها لراسك. وحتى الحوايج الخايبين لا لاحظتي، كاينين الناس مشاو داروا مثلا البليه ولا داروا شي حاجه، داروها من طرف ناس اخرين اللي شجعتهم باش يديروا ديك الحاجه. كنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجي باش يعمل فائده. وتحياتي لكم هذا الفيديو هذا.